النهارده يومنا من اسكندريه. وصلنا اسكندريه وقلنا نقضي يوم جميل ويوم كده ننبسط فيه. اول حاجه طلعنا على جليم باي، رحنا قعدنا في اروما. فعلا المكان هناك في الدور الثاني حلو جدا جدا وانبسطنا هناك، والفطار هناك كان ممتع وحلو جدا جدا. ادي الفطار قدامك، فول وبطاطس، طعميه، بيض ببسطرمه، جبنه وعيش، وكل حاجه موجوده قدامك دي تقريبا في حدود 70 جنيه او 75 جنيه كمان. انبسطنا جدا هناك بالفطار على الفيو جامد جدا ده في اسكندريه، وكان وقت ممتع. قصر ايه اللي ورايا ده يا جماعه؟ لو حد يعرفه يقول لي كده. بعد ما خدنا الفطار التمام بقى هنروح، واول طلعه لينا هتكون متحف المجوهرات. بصراحه الفطار كان رايق قوي. انا فطرت في مكان اسمه اروما، وده مش اعلان والله، بس فطرت في مكان اسمه اروما في جليم باي. الفطار كان عالمي عالمي عالمي، انبسطت جدا بصراحه. اول مكان معانا النهارده متحف المجوهرات الملكيه. المتحف ممنوع فيه التصوير، كل الفيديوهات اللي انتوا هتشوفوها من جوه دي مش هتلاقوها في اي فيديو تاني. انا صورت جوه بعض الفيديوهات كده، طلبت يعني ان انا اصورها، وممنوع التصوير، ودي بيبلغها لك على الباب وانت بتدفع التذكره. التذكره ب 20 جنيه. المكان من جوه حلو جدا جدا جدا، مليان حاجات انا ما كنتش اتخيلها، وهتشوفوا كلها في الفيديوهات اللي انا هتشوفوها دلوقتي. اللقطات الجايه دي كلها فيديوز، شوفوها كده وقولوا لي رايكم كده في متحف المجوهرات الملكيه. وده اول مكان انا زرته في اسكندريه بعد ما فطرت على طول الفطار الرايق اللي كان في اروما. بس انا اعتقد ان الحاجات محطوطه على مكان حاجات، يعني ده بيتقدر، يعني ده تفاصيل ايه ده؟ ايه ده؟ وبعد كده بقى نطلع على احلى قهوه بحب اشربها في اسكندريه من عند البن البرازيلي. مروان عمل لنا احلى قهوه وانبسطنا جدا 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 بالمكان هناك. شربنا قهوتنا بقى اللي ظبطت المود كده وعدلت كل حاجه. فعلا القهوه من هناك بتفرق، ومروان بصراحه ظبط الكلام جدا جدا جدا. لما تروحوا هناك هتلاقوه. فعلا 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 القهوه هناك في حته ثانيه. ودلوقتي بقى نخش المتحف اليوناني الروماني ونتفرج بقى على الاثار اللي جوه، ونشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي. هصور لكم كل حاجه هشوفها جوه عشان اللي ما جاش قبل كده يتفرج وينبسط ويجي يتفرج على الاماكن الحلوه قوي اللي موجوده في اسكندريه، وهيستمتع جدا جدا جدا. شكرا على اذنك.
انا فاكر دخل الناس. الحياة بقى في العصر البطلمي. الحياة في العصر البطلمي. نتفرج بقى ونشوف. يا ساتر يا رب. الحاجات هنا جميلة جدا 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 بجد. طبعا الحاجات المصرية لا يعلى عليها. الحاجات اليونانية دي جنبها أي كلام، بس هي شكلها حلو بصراحة. تعالى نشوف. شوف بقى الخلفان. يقع. ده خروف مش كاتبين وزنه، بس ده يرمي أسمنت كتير. ده لعبت الكورة زمان في العصر البطلمي. دي شيالة الحمول. ده تمثال شيالة الحمول. معبد الراس الأسود. دي صور للمعبد. هوريكم بقى ايه التماثيل اللي لقوها جوه المعبد ده. السلام عليكم. أصغر التفاصيل موجودة هنا جميلة. كل الحاجات دي يونانية ورومانية، يعني احنا دي الغرفة البطلمية. تمام. سيدة رومانية القرن الثاني الرابع الميلادي. المصدر من المنيا. تماثيل غريبة الشكل والحجم بصراحة. أنا مش عارف إيه ده. تمثال خشبي بسيرابيس. خشبي. التماثيل هنا جميلة. اتفرجوا كده وملي عينكم من الحاجات الجميلة. الفلوج النهارده مختلف. هوريكم حاجات اكل كتير، لكن الاماكن الاثريه دي جميله.
نحت. ايه رايك؟ شكله تعبان قوي، عامل زي القرموطي. المكان اللي بعد كده هندخل القلعه. تعالوا نخش القلعه ونشوف ايه اللي هنشوفه جوه وننبسط بقى مع بعض. Probably we want to go لا لا طب ايه نازل معانا حرام ولا؟ القلعه. عايزين نشوف بقى المكان ده فيه ايه من تحت هنا. شايف نوع طبعا عشان مش شايف. ده عباره عن بير. المسجد. وبكده يبقى احنا زرنا النهارده 3 اماكن. زرنا متحف المجوهرات، وزرنا المتحف اليوناني الروماني، والنهارده كنا في قلعه قايتباي. 3 اماكن اثريه اتصورنا فيهم بكل الداتا بتاعتهم نزلتها لكم. خلينا بقى نشوف ايه هناكل ايه النهارده. وما ينفعش اكون في اسكندريه وما اعديش على علم من اعلام اسكندريه وهو كبده الفلاح. اعرف ان في محلات كبده هناك كتير، واعرف ان في ناس بتفضل محلات تانية، بس انا بحب كبده الفلاح لان ما جربتش غيره. لكن لو تعرفوا محل كبده تاني قولوا لي وهجربه المره الجايه. وبعد الاكل بقى واليوم الطويل التمشيه بقى على كوبري ستانلي. عديت من الناحيه التانية. كوبري ستانلي مقفول للمشاة، ولكن برضو اتمشيت جنب الكوبري واتمشيت على البحر في جو هادي وجميل جدا، وكان لازم ولا بد منه ان انا في اسكندريه اتمشى شويه على البحر. ومن على كوبري ستانلي ونهايه الفلوج. يا رب يكون عجبكم، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتتابعني في فلوجات جديده. سلام.